نهاركم سعيد من جديد. أعتقد أن تجربة الإسلام السياسي في مصر هي كانت تجربة قديمة مش جديدة، وكان من أهم أقطابها أو محاورها هي جماعة الإخوان المسلمين. فضلت جماعة الإخوان المسلمين 80 سنة بتعافر أو بتحاول أن هي يكون ليها دور في الحياة السياسية المصرية، وكان في قدر كبير جدا من التنظير. لكن الفرصة اللي خدوها هي كانت الفرصة السنة اللي فاتت لما وصلوا فعلا للحكم وتمكن الرئيس السابق محمد مرسي ان هو يصبح رئيسا لمصر، وتحولت ساعتها تجربة الإخوان المسلمين او الإسلام السياسي هم كممثل عن الإسلام السياسي الى تجربة من النظرية للتطبيق. أعتقد أن واضح للجميع أن عندما تحولت من النظرية للتطبيق أثبتت فشلا ذريعا جدا. كان في قدر من التعاطف في الشارع المصري معاهم قبل الثورة، على أساس أن هم كان بيتردد أن هم مضطهدين وأن هم جماعة محظورة، وكان كتير من الناس متعاطفة معاهم. لكن دلوقتي الوضع تغير تماما. ده بيخلينا نفتح تساؤلات وملف كبير جدا: ما هو مصير الإسلام السياسي في مصر وفي دول الربيع العربي بعد تجربة الإخوان المسلمين الفاشلة في مصر؟ هنناقش الموضوع ده مع الأستاذ يسري السيد، مدير تحرير العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. يعني أعتقد أن في ناس كتير دلوقتي بتقول أن بعد ما وضعوا في محل اختبار حقيقي جماعة الإخوان المسلمين كممثل عن تيار الإسلام السياسي، في ناس بتعتقد ان هم كده خلاص قضي عليهم تماما في المستقبل. حضرتك بتتفق مع هذه النظريه ام تختلف؟ هو على الاقل لحد الاجيال اللي شاهدت فشلهم ما تموت. يعني كل الاجيال اللي حصلت اللي عاشت التجربه. والمساله مش فشل سياسي. يعني لو احنا حصرناها في الفشل السياسي، ممكن في الفشل السياسي انا افشل في تجربه فاعدل من خطواتي واخش في تجربه تانية، والجمهور ممكن يديني اصواته بحيث ان انا اعترف باخطائي واصحح من اخطائي وهكذا. فبدليل ان في الاحزاب السياسيه الكبرى في العالم، مثلا الحزب الجمهوري لما بيفشل مرشحه وبينجح الحزب الديمقراطي، المره الثانيه الحزب الجمهوري في امريكا بينجح وبيرجع تاني، وهكذا في كل الديمقراطيات الراسخه. يعني ليس فشل في جوله سياسيه معناها انتهاء التاريخ السياسي لحزب ما. صحيح. لكن المشكله ان جماعه الاخوان المسلمين وهي مش لوحدها، هي جميع التيارات الإسلامية اللي هي خدت من الإسلام ستار ليها في العمل السياسي، كلهم أو مرجعية، خلينا نقول مرجعية أو مرجعية. هو يعني سيبك من المرجعية دي لأنها يعني كلمة ثقافية تنظيرية شوية، لأن احنا كلنا مرجعيتنا إسلامية. يعني أنا مسلم وحضرتك مسلمة، وحتى المسيحي المصري مرجعيته إسلامية لأنه عايش في دولة المشاعر والثقافات الإسلامية فيها ثقافة. فسيبني من المرجعية دي. في ناس بتعتقد إنه يجب فصل الدين عن السياسة. أنا واحد كما يؤمن التيار المدني. أنا واحد. وفي ناس بتؤمن أن الإسلام دين ودولة. لا، يعني ما هو ده حق يراد به باطل. يعني ده كله حق يراد. المهم فالمشكلة في طوال السنوات الماضية كانوا الشعب المصري بيشعر ان هذا التيار تيار مضطهد. قعد في سنوات طويله في السجون، قعد في سنوات كثيره مضطهد، ولذلك حتى في التجربه الشهيره، في التجربه اللي حصلوا فيها على 88 مقعد في مجلس الشعب في 2005 كانت الناس بتصوت ليهم اما كراهيه في الحزب الوطني او لان عاوزين نقول لكم ان احنا معاكم وبنتعاطف معاكم. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ يعني طوال الفتره اللي فاتت كانوا بيصدروا لنا واحنا كنا حاسين ان هم ضد النظام او النظام بيضطهدهم، ولذلك فاحنا واخدينهم في حضننا. واخده بال حضرتك؟ طيب لما جيت انتوا مسكتوا الحكم، احنا كنا بننتظر منكم كتير قوي. صحيح. الحاجات اللي انتوا كنتوا بترفعوها شعارات، انتوا خلاص جالكم الفرصه انكم تنفذوها. يعني على المستوى السياسي الخارجي، واخده بال حضرتك؟ وهنا في اشكاليه بين قوسين، ان هم ربطوا بين الدين والسياسه. وانا السياسي قد ممكن اقبله او يعني اتفهم او اغمض عيني او يعني قولي اي لفظ من الملفظات واقول ان هناك مناوره سياسيه، انه بيكذب علشان دي جزء من المناوره السياسيه. لكن ما دام انا قلت بقيت طلعت بتكلم باسم
الدين وقال الله وقال الرسول ومربي دقني وكذا، اذا لو كذب يبقى يعني حاجه مشينه جدا. أيوة. في حين ان السياسي العادي لو كذب هيقول ده جزء من المناوره السياسيه طيب انت على المستوى الخارجي انت كان امريكا بالنسبه لك هي الشيطان الاكبر. ايوه. اسرائيل هي اللي يعني كلنا رايحين نحرر القدس وكلنا كذا وان ده العدو طب لما توصل للحكم يبقى عزيزي بيريز ويبقى امريكا هم السمن على العسل، وتتحول امريكا على الشاشه بعد ان كانت في الخفاء هي الداعم ليهم وهي اللي هي جايباهم وبتدافع عنهم. اذا انت كنت بتضحك على مين؟ اذا هنا فقد المصداقيه بتاعته لدى الشارع المصري. 2 على المستوى الداخلي او المستوى السياسي الداخلي يعني ركز على تمكين جماعته اكتر من انه يركز على شيل الفساد ومحاربه الفساد ومحاربه التخلف وان احنا نمشي بمصر يعني او تلبيه احتياجات الناس. ما هو المواطن العادي هو المواطن العادي. يعني انا كنت اتمنى وانا واحد من الناس اللي انا اعطيت صوتي للدكتور محمد مرسي وكتبت ده علانيه في جريده الجمهوريه وقلت ان ده الاختيار المر. ايوه. لاني لم اكن استطيع ان انا انتخب احمد شفيق باي حال من الاحوال. وكتبت انا اخترت الدكتور مرسي وهذا هو الخيار المر، وكتبت ده قبل جوله الانتخابات الثانيه ومثبت الكلام ده، فما حدش عشان ما حدش يقول ان انا من متحولين. أيوة. او غيره. لكن انا كنت اتمنى من جماعه الاخوان لما تيجي تستفيد بتجربه اردوغان في تركيا على الجزء الاول منها. ان هو يعمل تنميه اقتصاديه، لان المواطن العادي يهم لقمه العيش، يهمه الامن، يهمه الحاجات اللي على اساسها خرج لثوره 25 يناير. طيب انت كنت على حافه الثوره في 25 يناير، لكن انا هقول انك كنت معانا في قلب الثوره وليكن واحنا اخترناك وجبناك. طب اعمل لنا المطالب اللي انت يعني حاسس ان الناس طلعت على اساس. هو عجز عن تحقيقها وده ادى فشل. من الاخطر من كده بقى واخد بال حضرتك ان مساله في فرق كبير جدا بين قياده جماعه او قياده سوبر ماركت وقياده دوله. الدوله ودوله في حجم مصر، مش دوله من جزر القمر ولا دول الموز ولا غيره، ده مصر. فاذا انا كنت اتصور ان هذه الجماعه كان لديها يعني مشروع حقيقي لتقدم مصر. حضرتك قلتي الرئيس محمد مرسي نجح في الانتخابات. هو للأسف مش هو اللي نجح، هي جماعة الإخوان والتيارات السياسية هي اللي نجحت، وأصبح هو مسؤول عن ملف الرئاسة في جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن هو رئيسا لكل المصريين. صحيح. وهنا المصريين بدأوا يحسوا بالمشكلة الكبيرة فيها. ننتقل لحاجة تانية، لموضوع تاني، وهو في جماعة الإخوان المسلمين، وبعد الثورة أصبح في كمان حزب الحرية والعدالة، وأصبح في أحزاب دينية متعددة، منها حزب النور، منها البناء والتنمية اللي هو تابع للجماعة الإسلامية، وأحزاب أخرى دينية أو ذات مرجعية دينية. ما مصير هذه الأحزاب بعد فشل تجربة الحرية والعدالة متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين؟ دي كانت أول نقطة وأنا كتبت فيها في جريدة الجمهورية. قلت إن وجود حزب النور في الجمعية ال50 للدستور ده مسمار جحا أو مسمار الإخوان لإفشال الدستور. لأن أنا الثورة اللي قامت في 30 يونيو قامت ليه؟ قامت على أساس إن التيار الإسلامي السياسي أو الممثل في جماعة الإخوان ومن حالفه وهم حزب النور والتيارات الإسلامية دي فشلت. إذن فشلت تجربة الأحزاب اللي ليها مرجعية دينية. طيب أنا لما أجي أعمل تأسيس لدستور وهعمل دستور، أقوم أجيب واحد من الناس اللي هي مصلحتها إنها تظل موجودة. طب ما هم دلوقتي لما هنيجي في الدستور الجديد ونقول لا يمكن إقامة أحزاب على مرجعية دينية، هل ده وارد يا أستاذ يسري؟ ده لازم يبقى موجود. ولو ما اتعملش هيبقى ده ارتداد على ثوره 30 يونيو. هيتعمل في انهي سياق؟ ان انا في سياق التآلف الوطني. انا دلوقتي بجمع الدستور ده لكل المصريين. يعني هينص عليه في الدستور؟ لابد ان ينص عليه، لابد ان ينص عليه. هل تتصور ان في اتجاه ناحيه كده؟ اعتقد كده. ولو ما حصلش هيبقى لجنه ال50 لم تلبي احتياجات ثوره 30 يونيو. طب خليني اكون في زي ما على فكره ما بين قوسين لجنه ال10 ما تغاضت عن ثوره 25 يناير
وشالت مصطلح 25 يناير من المشروع الدستور. وده يخلينا اقول ان هناك حركه ممنهجه لازاله كل اثار 25 يناير. فانا بقول من خلال هذا المنبر يعني لا، 30 يونيو مش معناها ان 25 يناير مش موجود. 30 يونيو موجه ثوريه ثانيه. الشعب طلع في 25 يناير عشان يشيل نظام مبارك وفلوله، وبعدين طلع في 30 يونيو عشان يشيل نظام مرسي والاخوان. و30 يونيو مش معناها، وانا بكررها المره المليون، مش معناها شيل الاخوان ومرسي واعاده نظام مبارك. صحيح. لا، الاثنين بره المشهد. خليني اكون في مكان اتباع التيار الاسلامي واقول لحضرتك لو تم حظر الاحزاب الدينيه وما شابه من اجراءات قد تصيب الكيانات الاسلاميه الموجوده، هذا يعد استئثارا بالسلطه كما كان يحدث ايام حكم الاخوان. ليه وانا استئثار بالسلطه؟ ليه وانا دلوقتي لو الناس في الحريه والعداله، انت لغيت كيان مجموعه من المصريين الموجودين، سواء دول يعني مش كلهم بيمارسوا عنف، مش كلهم عندهم اتجاهات ارهابيه ولا كده، لكن هم عندهم قناعه ما بفكر ما. حلو قوي. هل انا معنى ان حاجه تقوم على اساس غلط ان انا اخليها تستمر؟ لا، التجربه غلط مش معناه ان الفلسفه كلها غلط. هقول لحضرتك لو انا الغلط مش معناه الحزب معناه ايه؟ المفروض اي حزب سياسي لا يقوم على اساس عرقي او طائفي او ديني، لان ده بيفتت البلد. هل في امريكا مثلا في حزب يهودي؟ طب انا من خلال انا بدعو المسلمين في الجاليات الاسلاميه والعربيه اللي موجوده في امريكا انهم يتقدموا بانشاء حزب اسلامي. مش هيوافق، لان الحزب بيوحد بين اطراف الامه. يعني انا دلوقتي لو فتحت المساله دي على اساس عرق او ديني، يبقى في عندي حزب نوبي وعندي حزب بدوي وعندي حزب صعيدي وحزب فلاحين وحزب مسلمين وحزب مسيحيين وحزب سلفي وحزب شيعي وحزب بهائي. الله، انا فتت البلد. المفروض الحزب هو كل الامه فيه. لابد ان نتفق على اطار سياسي، برامج سياسيه، مش برنامج ديني. الدين ده ربنا هو اللي هيحزب. وعلى فكره بين قوسين في تصريح مهم لحزب النور امبارح او كده، بيقول احنا مش حزب على اساس ديني ومش على اساس ديني. وده يعني خدعه اخرى من الخدع التي تمارس علينا. ازاي انت بتقول لي انك انت الذراع السياسي للجماعه السلفيه، وحزب الحريه يقول لي الذراع السياسي للاخوان المسلمين، والبناء والتنميه الذراع السياسي للجماعه الاسلاميه، وبعدين تقول لي اصل انا مش حزب سياسي مش حزب ديني. لا، انت عاوز تبقى موجود، انا هقول لحضرتك يبقى موجود، بس في اخوه مسيحيين ينضموا ليه لحزب النور، واخده بالك، والحزب الحريه والعداله. اذا كان الحريه والعداله كان في لا سيبك من الواحد ده حد واحد وليه حكايه. لكن انا يبقى مفتوح لكل الاخوه المسيحيين ان هم يخشوا. طب رد فعل ده ايه بقى؟ يعني انت تتوقع رد فعل مثل هذا الاجراء هيكون ايه في الشارع؟ يعني كمان بقى اتباع التيار السلفي ممكن يكون. بص حضرتك ما هم عملوا، هم بيطلعوا، هم تمامهم اللي عملوه. هيعملوا ايه اكتر؟ وبعدين هو ده الخطأ الكبير اللي هم واقعين فيه دلوقتي، ان هم في مواجهه مع الشعب المصري، مش في مواجهه مع الحكومه والنظام. الحكومات والانظمه تتغير وتتبدل، لكن الشعب مش هيفضل. لذلك انت وحضرتك في الاول خالص قلت لك حتى يعني تموت الاجيال اللي شافت عنفهم. يعني هل يعقل في عمليه سياسيه انا خرجت من العمليه السياسيه افجر بيوت وموت ناس وموت مش عارف ايه؟ انهي عمليه سياسيه؟ انهي سياسه دي؟ وانهي دين؟ يعني انهي اسلام ده اللي يقول؟ يا استاذ يسري اللي هم كده اخرجوا نفسهم بايديهم من العمليه السياسيه ومن العباءه يعني زي ما حضرتك كنت لسه بتقول، يعني دي تداول سلطه، او ممكن حزب يسقط في مرحله يكون في مرحله، لكن انتهاج العنف بالطريقه دي هو اللي اخرجهم. وزي ما بقول لحضرتك، انت دلوقتي بتراهني على انتوا كنتوا بتراهنوا قبل كده وبتقولوا لنا الصندوق بيننا وبينكم. طب مين اللي هيدلي باصواته انت رايحين تموتوهم دلوقتي؟ يعني انت دلوقتي النهارده واول يوم في الدراسه واسمع في بعض الاماكن عن مظاهرات ومحاوله اثاره الرعب بين تلاميذنا واطفالنا والاسر المصريه. هل دول اهالي دول اللي هيدوكوا اصواتهم بعد كده؟ ازاي يعني؟
وبعدين لما طلعوا بعض الكلام ان ابناء الاخوان المسلمين تلاميذهم ما يروحوش المدارس علشان احنا في حاجات عنف هتحصل لاولادنا. طب احنا هنختاركم ازاي بعد كده؟ يعني على اي اساس هنختاركم؟ فهنا وبعدين المساله هي الخطوره كمان مش في مصر بس، الخطوره ان سقوط الاخوان، سقوط الاخوان في مصر هو سقوط للمشروع الكبير اللي كان موجود في الشرق الاوسط اللي برعايه امريكيه او بتخطيط باجنده امريكيه. كنا زمان بيتهموا ثوار 25 يناير بالاجندات الامريكيه. احنا بقى بنقول لهم ها هي الاجنده الامريكيه الكبيره اللي هي جابتكم علشان المشروع الاسلامي السياسي في المنطقه، عشان تفتيت المنطقه تحت زعم الاسلام السياسي. المشروع فشل. هل تونس قادمه؟ تونس قادمه وهم هيقولوا بقى هناك احنا مش مصر، زي احنا ما كنا بنقول احنا مش تونس، فهم هيقولوا مش مصر بس هيبقوا زي مصر، لان الشعوب على فكره ما بيضحكش عليها. في بوادر لده؟ طبعا الثورات اللي طالعه وحركات تمرد اللي بدات تمشي هناك. وبعدين زي ما قلت لحضرتك الشعوب ما يضحكش عليها، انت ممكن تخدعيها شويه، تخبي عنها معلومات شويه، لكن الثقافه الشعبيه بتبقى واعيه جدا يعني. والنكت عندنا في الشارع المصري كانت بتفضح اي ممارسات متخبى عنها في الاعلام الرسمي. سؤال اخير ما حدث من موجه ثانيه لثوره يناير في 30/6 وما حدث للتيار الاسلامي بصفه عامه وخاصه جماعه الاخوان المسلمين، ده بيخلق من الشباب اللي طالع، شباب الاخوان اللي طالع كتله غاضبه ام كتله تعيد حساباتها؟ بصي حضرتك انا اتمنى لاني يعني بعيدا عن الانشاء، ما هم دول فصيل في النهايه فصيل مجتمعي يعني في النهايه يعني لكن الشباب والقاعده لابد ان تعيد حساباتها يعني في قادتها، القاده بتوعهم اللي ودوهم لهذا المصير اللي جات لهم فرصه العمر. انا بقول لحضرتك فرصه قعدوا عليها 80 سنه واعتقد هيقعدوا عليها 80 مليون سنه بعد كده ان هي تجي لهم تاني فرصه حكم مصر. فانت دلوقتي في اسباب فشل لابد ان هم يقفوا يعني يحاكموا هذا الفشل. ثانيا لابد من الانخراط في المجتمع المصري. انا بدعو كل شباب الجماعات الاسلاميه والاخوان المسلمين للانضمام للاحزاب المدنيه. انتوا يا جماعه احنا كلنا مسلمين وكلنا مصريين، والمسيحي هو برضو يعني مسلم الثقافة المصرية زي أنا وأنا مسلم عندي الطقوس المسيحية، لأن أنا المواطن المصري مختلف عن أي مكان آخر. المواطن المصري بوتقته الحضارية فيها إسلام ومسيحية ويهودية وفرعونية. في الآخر برضو تجبره اللي هو ينضم الفكر مخالف لفكره أو يعني الناس بتنضم الأحزاب متماهية معاها. على فكرة هو الإخوان المسلمين لما حكموا السنة اللي فاتت دي طبقوا الشريعة الإسلامية؟ لا. يعني اذا احنا قبل كده ايه الحاجات؟ طب ما الخمور كانت موجوده والسياحه كانت موجوده والبلاجات كانت موجوده وكل حاجه كانت موجوده قبل. طب عملوا ايه هم بقى ان شاء الله؟ هل هم عاوزين يجوا يخلوا مصر ترتدي النقاب؟ اعتقد لا. استاذ يسري السيد مدير تحرير العدد الاسبوعي لجريده الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا. واكيد الايام القادمه هي اللي هتقول لنا ايه اللي ممكن يحصل وايه مصير الاسلام السياسي في مصر. فقرتنا لسه متواصله معاكم، اكيد راجعين بعد الفاصل.